السلام عليكم. كيبقاو هاد الاصوات حتى كيطلع لي مقابله معانا واحد البنت اللي زوينه كيدمعوا الدم ماشي الدموع، ولا قلقتيها راه كتولي خايبه وشكلها ما كيعجبش. سنا مات الله يرحمها. انا منيا قصتي بدات وانا عندي 8 سنين، بصح انا بنت صغيره ولكن قصتي غادي نعاودها فاش غادي نكبر. كنت فرحانه بزاف نهار اللي قال لي فيها بابا غادي نبدلوا الدار الصغيره اللي ساكنين فيها، غادي نرحلوا لواحد الفيلا اللي فيها لا بيسين وبزاف ديال الالعاب في الجرده ديال الفيلا. ما تصوروش فرحتي داك النهار كيفاش كانت كاي دري صغير سمع الالعاب. هذاك هو الحلم ديال اي طفل في العمر ديالي. ما كملتش واحد السيمانه مشينا رحلنا لديك الفيلا. هذا الحي الجديد اللي رحلنا ليه كاملو فيلات، ولكن الفيلات خاويين والاغلبيه ديال الفيلات مهجوره من سنوات. هذه واحد الحي اللي صراحه ما ترتاحلوش، حتى من الحوانت ما فيهش. الا بغيتي تتقدى شي حاجه خاصك تمشي بزاف عاد تلقى شي محل. المهم صراحه انا واحد الحي اللي كيجيب الكآبه من الاخر. واخا ديك الدار القديمه اللي كنا فيها كانت صغيره، ولكن على الاقل كانت وسط حومه شعبيه كتحس بالحياه جاريه في العروق ديال داك الحي. ولكن انا بنت صغيره ما كانش سوقي في هذا الشيء كامل. انا اهم حاجه عندي هي دوك الالعاب اللي عندي في الجرده والبيسي اللي عاود لي عليه بابا. الفيلا كانت كبيره بزاف وواسعه من الداخل وفيها بزاف ديال البيوت، ولكن واخا هكذاك ما كتدخلش للخاطر. ديك الجرده الشجر والنباتات اللي فيها كاملين ميتين، حيت مده هذه ما سقاهم شي واحد ولا اهتم بهم شي واحد. حتى البيسين تا هو خاوي ومهرس، الزليج ديالو مشقق. حتى من دوك الالعاب اللي وعدني بهم بابا الدواحه كانوا محيدين ليها السناس الامصطيه، والالعاب اللي قديمه ومهرسه. الفيلا باختصار كئيبه بحال ما فيهاش كاع الطعم ديال الحياه. ولكن ما عندي ما ندير، بابا وعدني غادي يصلح ليا كلشي ويرجع الحياه لهاد الفيلا الميته. المهم كنت عايشه هنا انا وبابا وماما واختي الصغيره. اختي الصغيره سميتها حسنه، يلاه هذه 3 شهور باش ماما ولداتها. وحنا في هاد الفيلا هذه وسط هاد الحومه الميته هذه بالليل كنسمعوا الكلاب والناس كتغوت برا والصداع. ولكن بابا ديما كيقول لنا ديما هادشي عادي. المهم نسدوا بابنا والسراجم ديالنا وكلشي غادي يدوز بخير. كيبقاو هاد الاصوات حتى كيطلع الفجر. كثرت ما هاد الاصوات هادو سمعناها تعودنا عليها ولا هادشي عادي بالنسبه لينا. المهم دوزنا الصيف كامل في هاد الفيلا. بابا صلحها ورجعها وحده اخرى. حتى من دوك الالعاب اللي وعدني بهم صلحهم ليا، وليت كنلعب في الجرده النهار كامل ومستمتعه بالوقت ديالي. كاين على هاد الحال هذا حتى وصلت الدخول للمدرسه. كان بابا كيوصلني بطوموبيلته للمدرسه، حيت كما قلت لكم في الاول هاد الحي هذا خاوي وما فيه حتى شي واحد، لا مدارس لا حوانت لا حتى شي حاجه. حتى من الناس اللي فيه قلالين بزاف. مره فين تيبان لك شي واحد دايس. واحد النهار وانا كنتسنى بابا حدا الباب ديال الفيلا غادي تخرج بنت من الفيلا اللي مقابله معانا، واحد البنت اللي زويونه. فاش شفتها ما تصوروش الفرحه ديالي، تفرحت بزاف. واخيرا جا واحد انا شي جيران جداد، غادي تولي انا عندي صاحبتي قنلعب انا وياها. كنت ديما كنمشي نلعب معاها في الجرده ديالهم، ولكن ما عمري دخلت معاها لداخل ديال دارهم. ولكن كان داكشي غريب شي شويه، حيت ما عمري شفت لا ماماها لا باباها لا خوتها، كنشوفها غا هي بوحدها. وحتى من التصرفات ديالها كانت في شكل كانت كتقدر دير شي حوايج اللي ما كيقدرش بنادم العادي يديرهم. بحال مثلا كتقدر تدور عنقها 180 درجه لدرجه وجهها كيجي فوق ظهرها. وفاش كنعرض عليها تجي تاكل معايا ما كانت كتاكل حتى شي حاجه ولا كتشرب، كتبقى كتشوف فيا. فاش كتقلق مني عندها واحد الغضب اللي في شكل عينيها كيوسعوا، وبعض المرات عينيها كيدمعوا الدم ماشي الدموع، لدرجه انا وليت كنخاف منها. ولكن هي واخا هادشي كامل كانت زويونه وظريفه معايا، ما عمرها اذتني بشي حاجه وديما كتفوج عليا. كنت كنموت ونخرج نلعب معاها، ما كنقدرش نقاوم فوقاش غادي يوصل النهار باش نخرج نلعب معاها. غادي تقولوا لي وحده بدوك المواصفات كامله اللي قلتي وكتلعبي معاها زعما جاك هادشي عادي؟ عندك تكون من انا ديك الساعه كنت صغيره وما عارفاش هادشي، كنحسب هادشي عادي. واحد النهار سولتني ماما على صاحبتي وعلى ماماها وباباها وعائلتها، منهم حتى هما يتعرفوا عليهم حيت جيرانهم هادوك. ولكن غادي تصدم فاش قلت لها ديك البنت الصغيره ساكنه بوحدها في ديك الفيلا ما ساكن معاها حتى شي واحد. من داك النهار قالت لي ماما ممنوع تعاودي تمشي لديك الفيلا، عند ديك صاحبتك صافي، بغيتي تلعبي معها عيطي ليها هي اللي تجي عندك، ما تمشيش انت عندها. حيت كانت خايفه عليا بصح. وداك الشيء اللي درت انا اللي وليت كنعيط ليها كل نهار تجي تلعب معايا. هاد البنت الغريبه هذه كانت عندها واحد اللعبه كتديها معاها فين ما مشات، ديما هزها معاها. دوك الصناديق الموسيقى القدام اللي كتكون فيه واحد الساروت كدور ديك الساروت كتخرج واحد العروسه كتبقى تدور وكتكون واحد الموسيقى خفيفه. من بعد شهر على هادشي واحد المره غادي تدخل عندي ماما لبيتي قالت لي فين هي صاحبتك؟ مالك بنتي ديما ساده على راسك بحال هكذا، علاش صاحبتك ما بقاش كتجي عندك؟ ولكن الصدمه هي راه صاحبتي كل نهار كتجي عندي. وحتى في ديك اللحظه اللي سولتني فيها ماما كانت معايا صاحبتي في بيتي. قلت لها ماما واش كتضحكي معايا ياك؟ هي صاحبتي راه معايا في البيت وديما اصلا كتكون معايا كل نهار. قالت لي ماما فين هي؟ انا ما كنشوف والو، حتى واحد ما كاين هنايا من غير انا وياك. قلت لها هي حداك ماما، واش بصح ما كتشوفيهاش ولا كتضحكي معانا؟ قالت لي بسم الله الرحمن الرحيم بنتي، بسم الله بسم الله بسم الله عليك بنتي، راه انا وياك اللي في البيت. قلت لها ماما حشومه عليك غادي تقلقيها مسكينه، ولا قلقتيها راه كتولي خايبه وشكلها ما كيعجبش، عينيها كيوسعوا ويقدر يخرج منهم الدم. ماما بقات غا مصدومه وجات عنقاتني وبدات كتقرا قران، حيت هي بصح ما شافتهاش وهذه مده اصلا ما شافتش صاحبتي. واخا راه كل نهار كتجي كتلعب معايا، كيفاش زعما غا انا اللي كنشوفها ولا شنو؟ انا ديك الساعه كنت صغيره وما فاهماش هادشي اللي كيوقع. صاحبتي تقلقات مني ومشات خرجت بحالها، ما بقيتش كاع كنشوفها. وحتى واخا كاع كنخرج ونمشي حدا الفيلا ديالهم ما كنشوف حتى شي واحد تمايا، خاوي داك الشيء. وبالليل ما كاينش على عندهم لا ضو لا والو، بحال ما ساكن اصلا حتى واحد تمايا.
حتى وصل عيد الميلاد ديالي. قلت بكل براءه نمشي ندخل ونطلب منها السماحه على داكشي اللي قالت ليها ماما، ونعرض عليها تجي عندي. على اي حال راه هي صديقتي الوحيده في هذه الحياده الخاويه. دخلت من ديك الجزرده ديال الفيلا ديالهم ولقيت الباب محلول. دخلت الفيلا كانت مظلمه بزاف، واحد الغبره كثيره بزاف لدرجه الارضيه كتمشى فوقها كتخلي الطراس ديال رجليك في الارض. قلت يا علاش هي مسكينه ساكنه بوحدها، كون كانت مع والديها محال كانت غادي تكون الدار في هذه الحاله هذه. حتى من الفراش ديال الدار ما كاينش كاع حتى حاجه، ما كاينه، الدار خاويه حرفيا مظلمه وشابعه غبره. بديت كنعيط عليها وكنقلب عليها في الدار كامله، كنقلب هنا وهنا، بان لي واحد الدروج وقلت نمشي نطلع 100% غادي يكون بويتها الفوق بحالي انايا. هادشي كامل درتو بلا خبر ديال ماما، حيت ما غاديش تخليني اصلا نقرب من هاد الفيلا من بعد ما قلت لها راه ما ساكن حتى شي واحد تما، ساكنه غير بوحدها تمايا، حيت هي قالت لي يمكن ديك الدار مسكونه وبعيدين منها. المهم لقيتها جالسه في الفوق ديال الدروج وكتقطع في شعرها وكتاكل منه وكتضحك كتضحك بواحد الطريقه ماشي ديال دري صغير. قلت لها علاش كديري هاد الشيء، مالك جاوبيني، علاش كديري هاد الشيء، مالك علاش كديري هاد الشيء، جاوبيني. ولكن ما كتجاوبنيش، بحال ما كايناش انا حداها اصلا. صراحه حسيت بالخوف ونزلت في داك الدروج بالزربه، مشيت كنجري لدارنا، تلاحيت في الاحضان ديال امي وانا كنترعد وعاودت ليها شنو شفت. جالسه الفوق وكتقطع في شعرها وكتاكل فيه لدرجه راسها ولا كينزف بالدم. داك النهار دوزتو كامل وانا كنترعد، حتى جاب لي بابا واحد الطبيب عطاني واحد الدواء مهدئ، عاد قدرت الناس ديك الليله. ولكن من هنا غادي تبدا القصه ديال الرعب. وليت ديما كنعس كضربني الفيقه كنلقاها جالسه حدايا في ناموسيتي وبنفس الصوره اللي شفتها فيها داك النهار، كتقطع في شعرها وكتاكلو وراسها كيقطر بالدم. وليت كل ما كنكبر في العمر مشاكل عاد ما كيزيدوا، وليت كنشوف شي حوايج اخرين اكثر من هذا الشيء اللي عاودت لكم عليه دابا. ماما خافت عليا وداتني نتبع مع واحد الراقي، وحتى ديك الفيلا خرجنا منها مؤقتا على ما نرجع لحالتي القديمه ونبرا، وبقينا بعاد على ديك الفيلا حتى الحمد لله بعيد مني كلشي ورجعت لحالتي القديمه وبريت. حتى وصلت للسن ديال 16 سنه بديت كنحلم واحد الحلم مره في كل سيمانه، ونفس الحلم كيتعاود بنفس التفاصيل. كنحلم دري شاب وزويون تيتيس كما كنقولوا كيخرج من واحد الدار مظلمه، وانا كانت المسترجم ديال الفيلا ديالنا اللي كنا فيها شحال هادي كيبقى يشوف فيا ويدير واحد الابتسامه خفيفه على وجهه ويشير ليا. وبعد المرات كنحلم داك الدري الزوين كيعطيني ورد، ولكن داك الورد في شي شكل ورد لونه كحل كامل. المهم انا ما درتش في بالي، قلت احلام وصافي، واخا راه حاجه اللي في شكل. صراحه نفس الحلم كيتعاود كل سيمانه حاجه اللي في شكل. المهم فاش حالتي ولات هكذا مزيانه وحتى اختي الصغيره كبرات شي شويه، قال لنا بابا غادي نرجعوا لديك الفيلا. انا صراحه كنت باغا نرجع، تصوروا علاش؟ غير كما نشوف بصح داك الدري اللي زويون اللي ديما كيجيني في الحلم. تقدروا تقولوا بكثرت ما حلمت به ولفتو وليت كنبغيه كاع، واخا هادشي كان غير حلم. وداك الشيء اللي درت وليت كندوز اوقات طويله غير كنظلم داك الشرجم ديال بيتي كما نشوفوا. ولكن غادي توقع واحد الحاجه اللي غريبه في الشكل. واحد النهار وانا داخل للدار ورجع من قرايتي غادي نلقى قدام السور ديال الفيلا الخاتم اللي كان كيلبس داك الدري في الحلم. يعني شنو بصح هاد الدري هذا كاين في الواقع ماشي حلم 100%، هو اللي يكون حط لي هذا الخاتم هذا هنايا. هكذا فكرت انايا، حيت كنت ديك الساعه صغيره سير المراهقه، باقي ما درت عقلي، باقي ما كنت عارفه والو في الدنيا. هزيت داك الخاتم وطلعت كنجري لبيتي وانا فرحانه. فاش دخلت لبيتي قالت لي اختي الصغيره جات واحد البنت صغيره غير شي شويه هادي باش جات دخلت لبيتك وكتقلب عليك. فسولتها شكون انت واش كديري هنايا؟ قالت لي انا صاحبه اختك اللي ساكنه في الفيلا اللي مقابله معاكم. قلت لها فين هي دابا، فين مشات؟ قالت لي راه دخلت تحت الناموسيه ومن تما ما عاودت خرجات، راه واقيلا باقا تمايا. جريت نشوف تحت الناموسيه لقيت ديك اللعبه ديالها تمايا، داك الصندوق ديال الموسيقى. جبت اللعبه وبديت كنقلبها لقيت ديك اللعبه كامله عامره بالدم. قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واش انا بالدرع باش قدرت نتفك منها من بعد سنوات ديال الرقيه دابا عاوتاني جايه عندي شنو باغا مني؟ المهم خدمت القران في البيت ديالي ونعست على الصوت ديالو. في النهار الثاني فاش فقت لقيتها كتصوب ليا في شعري وجالسه حدايا. نخليكم نتوما تحسوا بداك الاحساس اللي حسيت به في ديك اللحظه، بالخصوص انا كبرت دابا وليت عارفه شكون هادي راه ماشي بنادم، هادي راه شي حاجه اخرى. قالت لي بواحد الصوت ماشي ديال بنادم اصلا، اختك غادي تموت وانت غادي تسكني معايا في الدار. كنت كنجري وانا مرعوبه للبيت ديال اختي حسنه. حليت الباب عليها ما لقيتهاش، نزلت عند ماما بالزربه كنجري. ماما فين هي حسنه اختي؟ قالت لي راه خرجت بنتي مع باباك الصباح بكري. قلت لها ماما عافاك واخا تردي ليها البال. قالت لي علاش بنتي كتقولي هاد الهضره هادي مالك؟ قلت لها لا عادي راه اختي الصغيره وانا كنخاف عليها. قالت لي بحال ما متيقاش، حيت اصلا ديما انا وياه مدابزين على اتفه الاسباب. ما كملاتش الساعه ديال لما كان على هادشي بابا غادي يصوني على ماما ويقول لها درتك سيده خايبه فاش كنت راجع للدار. انا ما وقع ليا والو، ولكن حسنه مات الله يرحمها. فوالا كانت هذه البارت الاولى ديال القصه. الا عجبتكم القصه كيف بالعاده ما تنساوش واحد لايك وابونيو وشي كومونتير كتب في اي حاجه بغيتو ولا تنسوا